ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعرف مع بعض ايه هي ادوات الخياطة. اول حاجة طبعا احنا بنجيب ادوات الخياطة منين؟ احنا بنجيبها من حارة المزين. حارة المزين ديت عند المسكي والعتبة وكده. اول حاجة دي اسمها مزورة، بناخد بيها المقاسات وفي منها طبعا الوان وكده. هاتوا اللي يناسبكم ويريحكم. وده بقى المقص اللي بنقص بيه الأقمشة، وطبعا ده مهم جدا 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 ولازم نجيبه. لو هنقص حاجة في الخياطة وكده ما ينفعش نقص القماش بمقص عادي كده، عشان القماش لو اتقص بمقص عادي مش هيبقى متساوي كويس. مش هيبقى احسن حاجة. وحتى ممكن اصلا وانتوا بتقصوا تبقى الدنيا صعبة شوية في القص. المقص ده كنت جايباه من حارة المزين من سنتين تقريبا، كان ب90 او ب100 جنيه، بس طبعا دلوقتي اكيد غلي. طبعا في انواع كتير. في نوع اسمه سينجر، في نوع اسمه براذر، في الماني، ايطالي. النوع ده ايطالي بس مش فاكرة اسمه ايه، يعني براذر ولا سينجر. ودي دبابيس طبعا مهمة علشان بنثبت بيها البطرون على القماش، فطبعا مهمة. كنت جايبة علبة كده كبيرة فيها دبابيس كتير قوي، بس كانت علبة كرتون ففضيتها في علبة عندي. في كام لولي كده موجودة في العلبة معرفش ليه. ودي بقى اسمها دكاكة بقى، او ايا كان بقى اسمها ايه بالظبط، بس تقريبا يعني اسمها دكاكة. دي لازمتها ايه؟ لو خيطنا حاجة وعايزين نفكها مثلا، فدي بتخليكوا تعرفوا تفكوا الغرز بتاعة الخيط بسرعة. يعني هتحطوها كده وتزقوا ايه، الغرز بتاعة الخيط هتفك كلها ان شاء الله يعني. ده لو انتوا عايزين تفكوا حاجة انتوا مثلا خيطوها او كده. وده جلو علشان بنحتاجه في البطرونات. دي قصافة بتقطع الخيط علشان لما نحتاج نقطع الخيط اكيد مش هنمسك المقص بتاع القماش وكبير وكده، فدي اسهل يعني. وده قلم زي الطباشير علشان ده بنعلم بيه لما نحط البطرون على القماش وكده. ممكن نجيب برضو طباشير، ممكن نجيب الاقلام ديت يعني اللي يريحكم. بس ما ينفعش طبعا نجيب اي قلم من عندنا ونعلم بيه علشان ممكن ما يطلعش من القماش. لكن الطباشير او الاقلام دي بتطلع من القماش. ويا ريت طبعا نجيب فايل علشان نشيل فيه البطرونات علشان نحافظ عليهم وكده، ويفضلوا وقت كبير معانا وما يتقطعوش بسرعة وكده يعني. ودي مساطر الخياطة، في منها النوع ده، وده نوع حلو جدا للمبتدئين وكده. انا جايبة النوع ده، وفي نوع بقى اغلى اللي هو ده. هاتوا طبعا اللي يناسبكم ويريحكم. الفرق في الماتيريال. المسطرة دي 100 سنتي، بتيجي مع مجموعة المساطر وكده. بس لما نيجي نرسم الباترون هيبقى صعب، او الموضوع هيبقى رخم ان نمسك مسطرة كبيرة قوي كده، فبنجيب مسطرة 5 سنتي. وفي نفس الوقت يعني سهلة نمسكها وهنكون متحكمين فيها اكتر وكده. بس لو مش هتناسبكم ان انتوا تجيبوا مسطرة اللي هي 50 سنتي دي، وهتستكفوا بس بالمسطرة 100 سنتي عادي. وده مثلث اسمه مثلث ارسطو، بنستخدمه برضو في رسم الباترون. كل حاجة هنعرفها واحنا بنرسم مع بعض ان شاء الله. الفيديوهات الجاية هنبقى بنرسم مع بعض الباترون.